انقلاب اقتصادي وتغيرات في أسعار الدولار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد من فيديوهات اقتصاد 360. النهاردة معانا بقى أخبار هتعجبك حرفيا. هو إيه اللي حصل في سوق الدولار؟ يعني من يومين بس الدولار طلع 30 قرش. طب ليه؟ وإيه اللي وراه؟ وفجأة رئيس لجنة مجلس النواب يطلع يقول الدولار ممكن يرجع ل 40 جنيه. ازاي يعني؟ وامتى؟ طب ايه موضوع الاموال الساخنة اللي كان الكل بيتكلم عنها؟ وليه ممكن يكون هو ده السبب الحقيقي اللي ورا اللي بيحصل؟ وهل فعلا صندوق النقد الدولي بيضغط علشان نسيب سعر الدولار يتحرك بحرية؟ وفي الآخر الدولار بقى رايح على فين؟ هيكمل طلوع ولا في مفاجآت في الطريق؟ كل ده وأكتر في فيديو النهاردة من غير تهويل علشان تفهم المشهد ماشي ازاي. كل اللي مطلوب من حضرتك لو أول مرة بتشوفني فضلا وليس أمرا تدعمني باللايك وسبسكرايب وشير للفيديو، علشان ده بيدعمنا كتير ان احنا نكمل في محتوى اقوى وحصري. قهوتك اللذيذة يلا حصلني. بصوا بقى، خلينا نبدأ من الحدث نفسه. في آخر يومين تحديدا، يوم الأربع ويوم الخميس، الدولار سجل ارتفاع قدام الجنيه. يعني مثلا كان بيتداول يوم الأربع حوالي 48 جنيه و38 قرش، في ختام يوم الخميس وصل ل 48 جنيه فاصل 69 قرش. يعني احنا بنتكلم في فرق حوالي 30 قرش. وده طبعا مش اول يوم يحصل فيه الحركة دي، الدولار بقاله فترة ماشي في اتجاه تصاعدي وواضح، وده اللي خلانا نحس في موجة جديدة من الارتفاع بدأت. طب ايه هو تصريح مجلس النواب؟ هنا بقى في حاجة لفتت انتباهنا كلنا، وهي تصريح مهم من رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب. الراجل ده مش أي حد، يعني برضه نقدر نقول إنه له وزنه. قال جملة مهمة جدا، إن الدولار ممكن يوصل ل 40 جنيه تاني. والله قال كده حرفيا في تصريح لقناة العربية بيزنس. بس طبعا التصريح ده فتح باب واسع جدا للنقاش، لان الناس بدأت تسأل ازاي وامتى وليه، وهل فعلا ده ممكن يحصل، وهل الوضع الاقتصادي المصري يسمح بذلك؟ لما تيجي بقى تحلل التصريح ده، الكلام ده اتقال من رئيس اللجنة اللي اعتمد حاجات إيجابية فعلا، زي زيادة الصادرات، زيادة تحويلات المصريين في الخارج، وكمان حصل تحسن نسبي في المؤشرات الاقتصادية. بس ودي أهم نقطة في جزء مهم جدا ما اتخذش في الاعتبار في التصريح ده، وهو موضوع الأموال الساخنة. وده موضوع كبير بصراحة. يعني ايه اموال ساخنه وليه مهمه؟ خليني اوضح لحضرتك بمنتهى البساطه. الاموال الساخنه هي استثمارات اجنبيه قصيره المدى، بتيجي تستثمر في ادوات الدين وسندات الدين. يعني الفلوس اللي بتدخل وبتطلع بسرعه على حسب الجو العام. الدنيا حلوه يلا بينا، مش حلوه هات فلوس يا باشا وسلام عليكم، والحاجه عندك اهي، حاجتك عندك سلام عليكم. طب ايه اللي حصل مؤخرا؟ ان بعض المستثمرين الاجانب ابتدوا ان هم يسحبوا ارباحهم ويخرجوا. نعم، وده معناه ان الدولار بدأ يتحرك لفوق، لان الطلب عليه زاد فجأة. في تقديرات بتقول ان حوالي 6 مليار دولار خرجوا الفترة اللي فاتت، وده طبعا بيأثر على السوق المحلي وبيخلي الدولار يزيد. نرجع بقى لأهم سؤال عندنا، الدولار رايح على فين؟ السؤال المهم ده بقى، هل الدولار ممكن يوصل ل 40 جنيه زي ما اتقال؟ الحقيقة ومن وجهة نظرنا كلنا ببساطة ده صعب جدا في الوضع الحالي. مش مستحيل بس صعب، لان ببساطه المعطيات اللي قدامنا بتقول غير كده خالص. ممكن لو خدنا توقعات الحكومه نفسها، وتحديدا كلام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قال ان في تحرك في سعر الصرف في حدود 5%.
سواء بالزيادة أو بالنقصان. يعني مش مقلق، يعني ببساطة لو احنا دلوقتي بنتكلم عن 48 جنيه فاصل 70 قرش وزودنا عليهم 5%، يعني احنا بنتكلم في 51 جنيه فاصل 50 قرش، أو حتى ممكن نقدر نقول نقفلهم بقى عشان يبقى رقم صحيح 52 جنيه. وده ممكن يكون السعر المتوقع على نهاية 2025 لو استمر الاتجاه الحالي. لما نيجي نفتح ملف بقى توقعات صندوق النقد اكتوبر اللي جاي، المفروض ان في مراجعه جديده من صندوق النقد الدولي بخصوص الشريحه الخامسه والسادسه. جميل كده. صندوق النقد بقاله فتره بيضغط على مصر علشان يعمل مرونه في سعر الصرف. يعني بالعربي كده عايزين السعر يتحرك بحريه من غير تدخلات. مين اللي عامل لهم ازعاج؟ البنك المركزي المصري. وده معناه ان ممكن نشوف تعديل جديد في سعر الدولار. يعني سواء حصل بقى بتدخل مباشر او غير مباشر، المهم ان الصندوق شايف ان السعر الحالي مش بيعكس القيمة الحقيقية لسعر الجنيه امام الدولار. ايه هي السيناريوهات اللي ممكن نشوفها الفترة اللي جاية في 2025؟ رقم واحد كده، لو هكلمك في 3 سيناريوهات وهم الأقرب. عندك استقرار نسبي، يعني لو الحكومة قدرت تحافظ على تدفقات الدولار من مصادر زي السياحة وقناة السويس والاستثمار الأجنبي اللي هي الأموال الساخنة، ممكن السعر يثبت شوية في حدود 49 جنيه 50 جنيه. أما السيناريو الثاني وهو زيادة، لو حصل ضغوط جديدة من صندوق النقد ولو استثمرت الأموال الساخنة في الخروج، ساعتها ممكن نوصل لل 52 جنيه. السيناريو الثالث تراجع، يعني وهو الأقل احتمالا، وده لو حصل طفرة مفاجئة في موارد الدولة الدولارية، وده صعب في المدى القصير بس مش مستحيل، علشان بس نكون مش يعني ما نكونش متشائمين وبنصدر طاقة سلبية للناس، والناس بتقول انت بتهاجم الحكومة والاقتصاد. يعني نهاية المشهد يا عزيزي المشاهد، الاقتصاد هو موضوع معقد ومليان متغيرات، ومفيش حد يقدر يجزم بنسبة 100% ايه اللي هيحصل بكرة. بس التحليل والمنطق بيقولوا اننا قدام فترة مش سهلة. وده اللي انا عملته لك في فيديو سابق وسميته لك اكتوبر الاسود. ومحتاجين نتابع كل جديد بعين واعية. ولو شايف ان الدولار هيزيد تاني او شايف ان ممكن ينزل، قول لنا في رأيك في التعليقات. وتابعنا، ومش هوصيك للمرة الأخيرة إنك تتابعنا باللايك سبسكرايب وشير للفيديو، وتفعل كمان زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من حلقاتنا اللي احنا بنقدمها. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.